بسم الله. أنا عبد الله النسر، واللي هحكيه لكم النهاردة مش مجرد قصة، دي حكاية ممكن تخلي دمك يتجمد وتفضل كل حياتك فاكرها. في كل شارع وفي كل بيت بيكون في أسرار الناس مش عايزة حد يعرفها، بس اللي هنعرفه النهاردة ملف، بيت، كيان، وطفلة، ودم. حاجات لو ظهرت لك مش هتقدر تنساها طول حياتك. اللي حصل ده شبه حاجات حقيقية حصلت من سنين في بيت مهجور، مكان محدش بيحب يقرب منه، وفيه ملف اسمه ملف 14. الملف اللي فتحه واحد، ومن يومها كل حاجة اتغيرت. الناس اللي دخلوا البيت ما خرجوش زي ما دخلوا، واللي سمعوا صوت الحاجة عمرهم ما رجعوا زي الأول. اللي هتسمعوه دلوقتي مش هتبقى مجرد قصة رعب، ده عالم كامل، عالم ملفات غامضة، كيانات مش بشرية، وعين بتتفرج عليك طول الوقت. جهز نفسك، وقبل أي حاجة حضر للطقوس اللي احنا متعودين عليها، سماعتك وقهوتك، واجهز علشان سهرتك. الليلة بدأت لما مهاب الصحفي الحر وصلني على الواتس بصوت مرعوب وهو بيقول لي: عبد الله، عندي ليك موضوع يجيب 1,000,000 مشاهدة، بس أنا مش هكمله لأني في حاجة بتطاردني من يوم ما فتحت الملف. مهاب ده مش أي حد، ده راجل بيدخل مناطق خطرة وبيسافر ورا الجرايم، بس عمره ما اتكلم بخوف بالشكل ده. قال لي إنه لقى ملف قديم من سنة 1998 في مخزن مهجور تابع لوزارة العدل، والملف ده عليه ختم ممنوع الفتح، سري للغاية، ملف 14. سألته: طب انت فتحته؟ قال لي: غلطتي الوحيدة إن حاولت أفهم، ومن يومها البيت عندي مش طبيعي. مهاب طلب مني أجيله بسرعة لأنه ناوي يسلمني الملف ويختفي فترة، بس طلب مني طلب غريب. قال لي: تعالى لوحدك وما تتكلمش مع حد وانت جاي. خرجت من البيت وأنا مش فاهم هو مرعوب ليه زيادة عن اللزوم، بس كنت حاسس إن الليلة مش سهلة. وصلت تحت العمارة اللي ساكن فيها، لقيت نور السلم مطفي والبواب مش موجود، والعمارة نفسها ليها ريحة قديمة، ريحة كبريت كده مش طبيعية. طلعت السلم، وكل ما اطلع دور النور يولع ثانيتين ويطفي، كأن حد بيقول لي الحق قبل ما النور يهرب. وصلت لباب شقته وخبطت، سمعته بيتنفس من جوه كأنه كان بيجري. فتح لي الباب بسرعة، وشه أصفر ودقنه مش متشيلة كده، وعينه ماشية في كل الاتجاهات. أول جملة قالها: دخلت لوحدك؟ قلت له: أيوه، إيه اللي بيحصل؟ ما ردش، شدني جوه وقفل الباب ورانا بالترابيس والسلاسل. الأوضة كانت مكركبة، الورق واقع على الأرض، الكاسات مكسورة، والشباك متعفر كأنه ما اتفتحش بقاله شهور رغم إنه كان ساكن طبيعي. قال لي: عبد الله، الملف ده لو حد عرف إننا بنفتحه مش هنلاقي نفسنا. قلت له: يا عم قول ايه اللي حصل وهات الملف. راح لجهاز الكمبيوتر، فتح الدرج وطلع ظرف بني مكتوب عليه بخط قديم: ملف 14، واقعة بيت أبو الغيط، المغلق من 1983. اتصدمت. بيت أبو الغيط؟ ده بيت مهجور في أطراف البحيرة، بسمع عنه من زمان، بس كل اللي يعرفوه بيقولوا إنه اتهد، بس باين إن الحقيقة غير كده. قبل ما مهاب يناولني الملف سمعنا خبطة جامدة على باب الشقة. مهاب وقف مكانه ووشه اتجمد. أنا افتكرت إنه حد من الجيران، بس مهاب قال بصوت واطي جدا: محدش في العمارة غيري، محدش بيطلع الدور ده أصلا، اللي بره ده مش بني آدم. قلت له: يا عم بطل هاري، هفتح أشوف مين. قال لي: لو فتحت مش هتلحق تقفل تاني. الخبط فضل يزيد من خبطة لدق لصوت جرجرة على الخشب، وكل ده وصوت حد بيشم حرفيا، كأن في كائن واقف على الباب بيستنشق ريحة الناس اللي جوه. مهاب زعق: اقعد مكانك، الباب ده لو اتفتح مش هنطلع من الشقة ديت. سألته: طب هنعمل ايه طيب؟
قال لي هفتح الكاسيت، اسمع بنفسك. راح شغل تسجيل صوتي. أول ما اشتغل سمعت صوت ست كبيرة بتعيط وتقول بصوت متقطع: هو رجع من القابو، هو مش بيطمن من غير دم، قلت لكم اقفلوا الباب. بعدها صراخ، وبعدها صوت جر، وبعدها صمت. سألت مهاب ايه ده؟ قال لي ده تسجيل من سكان بيت ابو الغيط قبل ما البيت يتقفل رسمي. الخبط وقف فجأة، وبعدين الباب اتشق من فوق، مش اتكسر، اتشق حرفيا، كأن مخالب غرست فيه. انا اتجمدت مكاني من المنظر، ومهاب مسك ملف 14 وحطه في ايدي بالعافية وقال لي خده امشي دلوقتي قبل ما يعرف ان الملف خرج من البيت. قلت له طب تعالى معايا. قال لي مش هقدر، اللي بدأته هينتهي هنا، بس انت لازم تكمل. نور الشقة بدأ يطفي ويولع، ومهاب قال آخر كلمة ليا: اوعى تروح لبيت ابو الغيط بالليل، واوعى حد يشوفك بالملف، واوعى تسمع الصوت لو ناداك، حتى لو نادالك باسمك. بعد الكلمة ديت الشقة كلها انطفت. حسيت بنفس سخن عند ودني وصوت حد بيلمس الحيطة بإيده ورايا. جريت وخرجت ونزلت على السلم من غير ما ابص ورايا. وانا نازل كنت سامع صوت حد بيقول اسمي: عبد الله، بصوت مش صوت بني آدم. خرجت للشارع وانا ماسك الملف، ومهاب اتصلت بيه بعدها بدقايق، تليفونه مقفول. رجعت تاني يوم، البواب قال ان الشقة فاضية بقالها اسبوع ومهاب مسافر. رجعت البيت وانا ماسك الملف بايديا الاتنين كأني شايل قنبلة، وكل خطوة كنت حاسس ان في حد ماشي ورايا، مش صوت خطوات بس الإحساس بتاع زغزغة الرقبة اللي بتجيلك لما بتحس إن حد بيراقبك. دخلت شقتي وقفلت الباب بالقفل وبرضه بالترابيس والسلاسل، وبصراحة حسيت إن ده أقل ما يكفي، فحطيت ترابيزة قدام الباب وبصيت للملف كأنه كان بيتنفس. حرفيا كنت حاسس إن الورق دافي، مش ورق طبيعي، كأنه متشرب بحاجة أو حد مسكه قبل كده، والحد ده مش بني آدم. جبت كوباية شاي علشان أفوق عقلي، وقعدت على الأرض وفتحت أول صفحة، وكان عنوانها بلاغ رقم 112 بيت أبو الغيط، اختفاء سكان المنزل بالكامل في ليلة واحدة. الأشعريرة اللي طلعت في ظهري وقتها كانت أقوى بكتير من أي إحساس خوف طبيعي. بدأت أقرأ، وكل كلمة كنت حاسس إنها مكتوبة مش بقلم، مكتوبة بخوف. أول محضر كان بتاريخ 23/11/1983، وبيقول إن الضابط اللي دخل البيت أول واحد خرج يجري بعدها وهو بيصرخ في حاجة في القابو، مش بني آدم. الضابط اتفصل بعدها بأسبوع واتقال عنه إنه مجنون. المحضر كان ناقص منه كلمات كتير متشطب عليها بأقلام مختلفة، كأنهم كانوا بيحاولوا يدفنوا الحقيقة. وفي آخر الصفحة مكتوب: البيت بيفضل ساكن، بس اللي ساكن جواه مش سايب حد يعيش. سمعت خبطة خفيفة على شباك الصالة. أنا ساكن في الدور الخامس، مين هيخبط عليا ومنين أصلا؟ سكت شوية، الخبطة اتكررت. دي مش خبطة، ده صوت ضوافر بتخربش الإزاز. قربت ناحية الشباك ببطء، ولما قربت حسيت إزاز الشباك بيغيم كأنه بيتنفس. لمست الإزاز، كان بارد قوي، بارد لدرجة تخوف. صحيت نفسي: يا عم ده هوا، أي حاجة يعني. رجعت أقعد، والشباك فجأة خبط خبطة واحدة جامدة كأن حد ضربه بكفة قوية. قمت جاري وقفلت الستارة. المهم رجعت للملف. لما قلبت الصفحة التانية لقيت صورة فوتوغرافية قديمة لبيت أبو الغيط. البيت نفسه كان شكله من بعيد عادي، بس كل الشبابيك مفتوحة وكلها سودة مطفية، بس في ضلمة الشباك اليمين فوق في نقطة بيضة صغيرة زي عين واحدة بصة للكاميرا. رميت الصورة من ايديا من الرعب. رجعت ألم الورق وأنا بحاول أثبت إيديا، ولما فتحت صفحة جديدة لقيت تقرير عن اختفاء أسرة عبد المعبود أبو الغيط بالكامل، الزوج والزوجة والولد والبنت، إلا إن في حاجة كانت مكتوبة بخط غريب تحت اسم البنت: شوهدت آخر مرة وهي في القبو. وتحت الخط ده لقيت أثر بصمة صغيرة، مش بصمة إنسان، لا ده صغيرة جدا كأنها إصبع طفلة، بس مش بشرية. الإصبع طويل ومقوس ورفيع بطريقة مش طبيعية.
وأنا ماسك الصفحة لمحت بعيني حاجة متحركة في مراية الصالة. بصيت مفيش حاجة، رجعت أبص للورق، ولما رفعت عيني تاني لقيت إن المراية فيها ظل حد واقف ورايا. لفيت بسرعة، برضه مفيش حد، مفيش أي حاجة تماما. رجعت أبص في المراية، الظل اختفى. قلت لنفسي انت مرعوب؟ الملف يعني يأثر عليك؟ ما كل حاجة طبيعية. بس جوايا كنت عارف ان في حاجة مش طبيعية خالص. رجعت للملف، وصلت لصفحة مكتوب فيها شهادة الجارة أم حمادة يوم الوقعة، وكان مكتوب فيها بالحرف: أنا شفت حاجة طالعة من تحت البيت الساعة 2 بعد نص الليل، حاجة طويلة ومشيها مش مشي بني آدم، وإيديها بتسحب بقى على الأرض كأنها مش متعودة تمشي. كانت رايحة ناحية الغيط اللي ورا البيت، ولما بصيت عليها رفعت راسها وبصيت لي، وكانت بنت بس مش بنت. قربت شوية من الورق، مين البنت دي وإيه اللي حصل ليهم كلهم في ليلة واحدة؟ فجأة النور قطع والشقة كلها بقت ضلمة. سمعت سحب على الأرض، كأن حد بيمشي جوه الشقة، مش بيتخطى، بيسحب حرفيا. والصوت كان جاي من اتجاه الممر اللي قدام الحمام. وهنا لأول مرة سمعت الصوت الحقيقي اللي مهاب حذرني منه: عبد الله، عبد الله. الصوت الناشف اللي مش صوت طفل ولا صوت ست ولا صوت راجل، صوت كأنه خارج من حيطة مش من صدر إنسان. أنا ما وقفتش التفكير، مسكت الملف وفتحت نور الموبايل وطلعت أجري ناحية الباب. أول ما قربت الباب خبط خبطة قوية من بره، مش من جوه، لا لا لا، كأن اللي بينادي وصل للباب من بره الشقة. قلبت الترابيزة اللي قدام الباب وفتحت المزلاق بسرعة. صوت السحب بيقرب من ورايا ووشي كله عرقان والحرارة بقت برد جليد. فتحت الباب وخرجت جري على السلم، وانا نازل سمعت الخبط على باب شقتي من جوه، كأن اللي جوه زعل اني سبت الملف معايا. نزلت الشارع والبسملة مش طالعالي، حرفيا لساني اتربط. وقفت تحت العمارة ولقيت رقم غريب بيتصل. رديت لقيت صوت مهاب، بس صوته ما كانش طبيعي، تقيل ومش مفهوم. قال جملة واحدة: ما تروحش للبيت، هو مستنيك، هو عايز اللي في ايدك. وبعدين الصوت اتشوه وتحول لزنة، وبعدين صمت تام. قفلت السكة وبصيت للملف، وحسيت ان الحل الوحيد ان اروح لبيت ابو الغيط بنفسي واعرف الحقيقة قبل ما اللي بينادي يوصل ليا. طلعت تاكسي وقلت للسواق العنوان. اول ما سمع اسم الشارع رافع عينه عليا كده من المراية وقال لي: هو انت رايح هناك بالليل؟ سكت وما جاوبتش. مش ناقص حد يزود عليا خوفي. الطريق كان فاضي والساعة عدت 1:30 بالليل. الهوا بارد بطريقة تخوف، والشوارع هادية كأن المدينة محطوطة على وضع الصمت. كل ما نقرب أكتر من المنطقة النور بيقل، المحلات بتبقى مقفولة من بدري والناس مش موجودة، وكأن الحتة ديت بتنام لوحدها. وقف التاكسي قدام الشارع وقال لي: مش هعرف أدخل أكتر من كده، ده آخرك عندي. نزلت وبصيت قدامي، الشارع ضلمة تماما، بس مش ضلمة عادية، ضلمة مش طبيعية، كأن النور نفسه مش راضي يدخل. بيت أبو الغيط كان في آخر الشارع، وباين من بعيد زي جثة واقفة ساكتة ومستنية اللي يقرب منها. شبابيكه كلها مفتوحة، بس السواد جواها أعمق من الضلمة اللي بره. وأنا ماشي ناحية البيت حسيت إن الهوا بقى تقيل، كأنك داخل منطقة مش بتاعت بشر. وبرغم كل الرعب ده كل خطوة كانت بتشدني أكتر، كأن حد ماسكني من ظهري وبيقول لي: كمل، لازم تشوف وتعرف الحقيقة. وصلت قدام البيت، البوابة الحديد مقفولة نص قفلة، كأن حد دخل ونسى يقفلها أو عمدا سابها كده. لمست الحديد لقيته ساقع لدرجة مش طبيعية وبيترعش كأنه حي. زقيت البوابة ودخلت الحوش، وأول ما رجلي لمست الأرض ريحة طلعت، ريحة قبو قديم مختلط بطين ناشف وحاجة تانية، ريحة حاجة ماتت من سنين ولسه موجودة. الحوش مليان تراب وطوب واقع وشوية لعب أطفال متكسرة، كرة صغيرة، عربية لعبة من غير عجل، وورقة كرتون مرسوم عليها رسمة طفلة بشعر طويل ووش مش واضح، كأن الرسام ما قدرش يكمله. دخلت من باب البيت ووقفت، مفيش صوت ولا حتى صوت نفس، كأنك دخلت فراغ. سلطت نور الموبايل، أول حاجة ظهرت السلم الخشبي اللي بيطلع للدور التاني، وعلى الحيطة
خطوط طويلة كأن حد جر إيده عليها وهو بيجري. الأرضية متكسرة في كذا مكان كأن حد مكسرها بقصده، والغريب إنها مش ضربات راجل، أثر حاجة مرعبة زي ما تكون رجل حيوان كبير بس مش مألوف. مشيت لجوه ولقيت الصالة اللي شفت صورتها في الملف، نفس المكان، نفس الشباك، ونفس النقطة البيضة اللي كانت طالعة من الضلمة اللي في الصورة. فاكرين؟ قلبي وقع. النقطة ديت ما كانتش انعكاس، كانت عين طفلة شكلها مش بشرية، وكنت شايف أثرها على الإزاز كأنها كانت واقفة من يومين مش من 40 سنة. بدأت أبص حواليا لحد ما لقيت باب القبو تحت السلم. الباب كان متطرب ومقفول بترباس قديم. من غير تفكير فتحت الترباس، والريحة اللي طلعت ريحة موت، ريحة حاجة قديمة، حاجة تانية كأنها مبلولة بدم ناشف. نور الموبايل دخل القبو بس قدرت أشوف سلم خشب نازل، والسواد اللي تحت أعمق من إنك تشوف نهايته. نزلت درجة 2 3، وكل ما انزل أكتر الصوت بيزيد. صوت خربشة مش جاية من حيوان، خربشة حاجة واقفة وبتسحب رجليها. وصلت تحت ولقيت القبو أوسع بكتير من اللي كنت فاكره. الحيطان متشققة، وفي الأرض رسومات بتباشير أسود، دواير صلبان، رموز، واسم واحد متكرر أكتر من 14 مرة: نسرين. حسيت إن الدم هرب من وشي. نسرين ده اسم البنت اللي اختفى. قربت أكتر من الرسومات ولقيت ورق جرايد قديم ولونه مصفر، ومكتوب فيه خبر صغير: اختفاء الطفلة نسرين أبو الغيط بعد سماع صراخ من القبو. وتحت الخبر صورة مش واضحة بس فيها طفلة بشعر طويل وعينيها ما كانتش باينة، متغطية. وانا ماسك الورقة سمعت نفس طفلة واطي جاي من اليمين. بصيت لقيتها واقفة في آخر القبو، شعرها طويل، ظهرها ليا، رجليها سودة ومترابطة كأنها واقفة على أطراف صوابع مش بشرية. الموبايل نوره بدأ يتهز، مش البطارية، لأ، النور نفسه بيرتعش بتاع الموبايل. قلت بصوت واطي: نسرين. جسمها اتشنج وبعدين لفت ليا. وشها ما كانش وش طفلة، كان وش طفلين فوق بعض، كأن حد لزق صورتين على بعض، عين فوق عين، شكل مش إنساني. جريت مشيت للخلف بسرعة وهي بدأت تتحرك، مش بتجري، بتزحف بسرعة على الأرض وكأن مفاصلها مش بشرية. طلعت السلم وأنا ما شفتش ورايا غير نور الموبايل وهو بيرجع، كأن حاجة بتسحبه. أول ما طلعت من القبو قفلت الباب بالقفل وسمعت صوت خربشة على الخشب، كأنها بتحاول تطلع، مش بإيديها، بصوابع كتير أكتر من 5، وكأنها بتخربش. قبل ما أهرب سمعت صوت ست كبيرة جوه البيت، صوت مبحوح بيقول: ما تصدقش اللي شفته، نسرين ماتت، اللي تحت مش هي. لفيت مفيش حد، البيت فاضي تماما. الصوت جالي من كل مكان وما كانش صوت عادي، صوت ست مختنقة كأنها بتتكلم وهي مثلا تحت مية أو تحت تراب. خرجت من البيت بالعافية وقلبي بيدق دقات مش آدمية، كأن حد بيخبط عليه من جوه. أول ما خرجت للشارع الموبايل رن، رقم مهاب. رديت بسرعة، لقيته بيقول لي بصوت خافت: اللي شفته في القبو دي مش نسرين، دي الحاجة اللي أخدت نسرين وعايزاك انت، عايزة الملف اللي معاك، ما تفتحش الملف تاني وإلا هتوصل لمرحلة مش هتعرف ترجع منها. وقبل ما أكلمه سمعته بيتنهد تنهيدة طويلة وبعدين قال جملة واحدة قبل ما الخط يقطع: البيت لسه متراقب والبنت لسه بتدور. بعد ما مهاب قفل السكة فضلت واقف في نص الشارع مش قادر أرجع نفسي ولا قادر أصدق إن اللي شفته في القبو كان حقيقي. الهوا كان بقى أبرد والشارع بقى مهجور، كأن الدنيا وقفت. كل ما أخد خطوة بعيد عن البيت كنت حاسس كأن فيه عينين بتراقبني من جوه السواد اللي وراه، عينين ثابتة مستنية كأنها بتقول لي لسه ما خلصناش. رجعت البيت على رجلي لأن مفيش تاكسي كان بيقف في المنطقة ديت. الطريق كان طويل بشكل مش طبيعي، ولما وصلت العمارة ودخلت الأسانسير حد قال لي ما تدخلش، بس كنت منهار وتعبان فدخلت. الدقايق اللي الأسانسير طلع فيها كانت أطول من أي رحلة رعب في حياتي، وكل شوية النور يلمع ويطفي كأنه هيموت. وصلت للدور وخرجت. أول ما قربت من باب شقتي حسيت بدوار، مش دوخة عادية، لأ،
دوخة كأن دماغي بتنسحب مني حرفيا. فتحت الباب بسرعة ودخلت وقفلت بإيدي الاتنين وسندت ظهري على الباب وأنا بتنفس بصعوبة. رميت الملف على الترابيزة وقعدت على الكنبة وإيدي بترتعش، قلبي بينبض بسرعة، الرعب مش بيهدى. قربت أرفع التيشيرت عشان أمسح العرق ولقيت حاجة مش ممكن على كتفي اليمين، علامة دايرة سودة رفيعة كأن حد رسمها بس مش بالقلم، وملمسها سخن جاي من جوه الجلد. ولما قربت الموبايل أشوف شكلها كويس لقيت جوه الدايرة نقطة صغيرة شبه النقطة اللي كانت في صورة البيت، النقطة اللي طلعت عين. خليكم معايا علشان الأحداث مرتبطة ببعضها. أهم حاجة بس كده، لو أنت لسه ما حطيتش لايك حط اللايك الجميل وقدر مجهودي ودعمني بالاشتراك. عين صغيرة محفورة على كتفي، ساعتها قلبي وقع حرفيا. مش خوف، ده إحساس إنك مش لوحدك وإن اللي من القبو لمسني وعلمني. مشيت رايح للمراية وشغلت الكشاف وبصيت، العلامة كانت بتلمع كأنها لسه مرسومة. لمستها بإيدي، حرق. طبعا أول حاجة خطرت على بالي أنا لازم أروح مستشفى. فتحت الباب وأنا ماشي بسرعة، ولما كنت خلاص هنزل على السلم سمعت صوت من جوه الشقة، صوت واضح، صوت طفلة، ولكن مش الطفلة اللي في القبو، لأ، صوت مختلف بس بنفس النبرة المتكسرة اللي سمعتها هناك. ما تسيبهوش، الملف فتح وخلاص هتشوف. رجعت ببطء وقفلت الباب من تاني وانا مرعوب. رجعت للترابيزة، اخدت الملف وفتحت صفحة من النص. كانت صفحة مقطوعة من الاطراف كده وهو مكتوب عليها: كل اللي بيتعلم بالعلامة بيشوف، واللي يشوف ما يقدرش يقفل تاني. تحت الجملة ديت لقيت اسم ضابط مشطوب عليه ومعاه تقرير مكتوب بخط صغير متلخبط: الطفلة نسرين ما اتخطفتش، الطفلة انقسمت وفضل جزء منها جوه القبو، الجزء اللي رجع للحياة أول ما لقينا الملف. ساعتها فهمت إن اللي شفته في القبو مش نسخة من نسرين، ده جزء منها، وجزء تاني لسه موجود، وجزء تالت بيدور على حد جديد. وفجأة أول ما ظهري لمس الكنبة النور قطع، الشقة كلها دخلت في سواد تام. الموبايل نوره لوحده اتطفى كأن حد طفى الزرار جواه مش البطارية، لأ. وبدأ الصوت نفس الصوت اللي سمعته في القبو، بس المرة دي كان قريب لدرجة إنه كأنه واقف قدام وشي. الملف افتحه، خليها تخرج، العين مفتوحة خلاص. النفس اتجمد في صدري، مش قادر أنطق، مش قادر أتحرك أصلا. الظلام كان تقيل لدرجة تحس إنها مادة مش مجرد ضلمة. وفجأة في آخر الصالة حاجة ظهرت، نقطة ضوء صغيرة بيضة واقفة على ارتفاع متر، وبعدين بقت نقطتين زي عينين بتقرب ببطء، مش ماشية، بتتسلق في الهواء كأنها بتعوم. وقبل ما اوصل لمفتاح الكهرباء سمعت الخربشة على الأرض، نفس الخربشة اللي كانت في القبو، وصوت السحب وصوت النفس اللي بيقول: انت متعلم خلاص، مفيش رجوع. لأول مرة شفتها بوضوح، مش الكيان اللي شفته في القبو بس، لأ، دي كانت حاجة أكبر، متشوهة أكتر، ظهرها فيه حفر نحيفة طويلة وأطرافها مش بشرية، وكل ما تقرب الضلمة بتتقل كأن وجودها بيطفي النور اللي مش موجود أصلا. كل ده في ثواني، وسمعت الباب بيخبط من تاني، خبط جامد، حد ورا الباب، حد بيخبط بجنون. صرخت بأعلى صوتي: مين؟ واللي رد كان صوت راجل مبحوح مجروح بيقول: افتح بسرعة، هي جاية وراك، افتح يا عبد الله. جريت ناحية الباب وانا حاسس بظلها بيلف حواليا، صوتها بقى فوق ودني، نفسها على رقبتي، وايدي كانت على القفل. ولما فتحت الباب بسرعة وانا قلبي بيدق جنون، والهوا البارد دخل معايا كأنه بيسحب روحي من صدري، وما لاحظتش غير ظل طويل بيتحرك بسرعة في الصالة، والملف في ايديا بيتنطط كأنه حي، والنور بينقلب ويطفي ويولع من نفسه. كل ما الشمس تختفي ورا السقف الضلمة بتزيد، حاسس ان المكان نفسه يبتلع اي حاجة حية، وصوت الخربشة والسحب بيقرب مني من كل مكان. والظل بدأ يترسخ قدامي لحد ما لقيت عينين سودة كبيرة بتتفتح فجأة على طول البيت، عينين مش بشرية، ووشها منحني وملوش ملامح طبيعية، بس كنت حاسس ان انا
محتاج أبصلها. وبالفعل بصيت وشفته ابتسم ابتسامة باردة، والملف وقع من إيديا وكل صفحة اتفتحت لوحدها. الأوراق بتطير في الهواء كأنها شافت الريح، وكل صفحة بتلمع بالحبر الأسود اللي مكتوب فيه أسماء ناس اختفوا من سنين، وسطور مكتوبة بخط مرعب مخيف. وأنا بحاول أمسك الملف وأقفله، كل مرة الورق بيقفل الملف وإيديها بدأت تظهر من الضلمة، طويلة ورفيعة ومعدنية شوية، وبتمسك كل صفحة وأنا بحاول أسحبها بعيد عنها، لكن كانت أقوى مني. صوتها بدأ يبقى قوي، صوت الطفل اللي شفته في القبو، وبدأ ينادي من وراها، وكل نفس كان بيبقى أصعب من النفس اللي قبله. وأنا بحس إن ظهري بيتجمد، والملف في إيديا بدأ يسخن لدرجة إن حسيت إيدي بتولع. فجأة كل حاجة توقفت، الصالة كلها صمت، والضوء رجع فجأة من غير ولا سبب، والملف قدامي ساكت ومفيش أي حركة، والظل اختفى. وكنت حاسس إن الوقت ووقف، لكن على طول الصوت اللي من جوه الشقة سمعته بيقول: اللي حسيته دلوقتي مش آخر مرة، النهاية قربت، افتح الباب، خليك قدامها. كل ده بصوت واحد بس متجسد في المكان كله. قررت اخد الملف واطلع الشارع تاني. لقيت الموبايل بتاعي بيرن، مهاب على الطرف التاني بيقول لي: استنى، ده اللي حصل مش عادي، البيت ده مش بيت، ده مكان روح، وكل اللي دخل بيتغير. بس انت هتكمل النهارده، دور على علامة البيت القديم في الحي اللي ورا البحيرة، هتلاقي المكان نفسه مفتوح، النهارده لازم تعرف الحقيقة. ومع الصوت ده كأن في طاقة شديدة سحبتني ناحية الباب. طلعت على السلم اجري، وفي كل خطوة كنت حاسس ان الأرضية بتتهز ورايا، والملف في ايديا تقريبا بيهرب مني لوحده. ولما خرجت للشارع، الشارع كله فاضي، مفيش غير قمر صغير باين بين السحاب. لكن في الزاوية شفت البيت، بيت أبو الغيط، مفتوح، والنور بيتسرب من الشباك زي نار خفيفة، والظل بتاع الشيء اللي جوه بيظهر ويروح بسرعة. حسيت إن قلبي هيقف. رحت بسرعة ناحية البيت، وكل خطوة كنت سامع صوت بيتنفس وصوت خطوات وجرجرة، لحد ما وصلت للباب والملف في ايديا بيتهز، حاسس انه عايز يطير. فتحت الباب بخوف، ولما دخلت كل الضلمة اتجمعت من كل مكان في البيت. الصوت بدأ يزيد، والكيان ظهر بالكامل قدامي، ضخم طويل، أطرافه مقوسة، عينين سودة كبيرة، وابتسامة مش بشرية. ولما قربت أكتر اتفاجئت إن الإيد اللي كانت بتحرك الملف كانت هي الإيد نفسها اللي طلعت من القبو قبل كده، وبدأت تحرك الورق كأنها بتقرأه، وكل صفحة بتلمع بالحبر الأسود. وأنا قاعد مش قادر أتحرك، كل دقيقة بتعدي كان الرعب بيزيد. والأول مرة شفت حاجة مدهشة وغريبة في نفس الوقت. الضلال بدأت تتجمع حواليا، كأن البيت كله بيتحول، وكل شيء حواليا بيتحول لذكرى الحوادث اللي حصلت قبل سنين. كل الناس اختفوا، كل الصراخ، كل العلامات، وكل التفاصيل اللي مكتوبة في الملف بتظهر قدامي في الهوا. وكل مرة حد منهم بيظهر بيسحب من روحي حاجة، حتى بقيت حاسس إن جزء من قلب الملف. وفجأة الكيان جاب لي الملف ورماه على الأرض، ووقف على باب القبو وشاور لي إن أنزل. وكل خطوة في السلم كأنها بتملى المكان بأصوات صراخ وضحك وبكاء. وصلت القبو ولقيت نسرين، البنت مش طفلة، كيان جزء منها اتكون من القبو، ووقفت قدامي، عيونها اللي فوق بعض بتلمع، والكيان وراها بيبصلي. حسيت ان كل الرعب اللي شفته قبل كده مجرد مقدمات. والملف على الارض بينا، كل صفحة فيه مفتوحة وكل كلمة بتلمع. في اللحظة ديت قررت اخد الملف واقرأه كله بصوت عالي، وكل كلمة كنت بقرأها، البنت، الكيان، كل شيء حواليا بدأ يتهز، كل شيء بيتغير. أول ما خلصت آخر كلمة في الصفحة الأخيرة، الكيان اختفى، البيت رجع طبيعي، ونسرين رجعت طفلة ورمت نفسها عليا وابتسمت ابتسامة بشرية لأول مرة. والملف اتقفل لوحده، والنور رجع طبيعي، وكل شيء هادي إلا علامة العين على كتفي اللي فضلت موجودة، كأنها بتذكرني بكل اللي أنا شفته وكل اللي حصل واللي ممكن يحصل لو حد فتح الملف ده تاني. وقفت هناك ساكت، قلبي لسه بيتضرب جامد، وحسيت ان الرعب اللي انا شفته مش مجرد قصة، ده حقيقي، وكل شيء مكتوب في الملف
موجود فعلا. وبكده الملف رجع لمكانه، ونسرين رجعت، والبيت اتقفل، وانا خرجت. بس جوه قلبي كنت عارف اني لو رجعت اي ليلة تانية، الملف والكيان والعين كل ده ممكن يظهر تاني. النهاية كانت نار، رعب، تشويق، عبرة ان في حاجات في الدنيا لو شفتها مش هتنساها طول حياتك. ودي كانت الحكاية الحقيقة بكل تفاصيلها. لكل اللي بيسمعني دلوقتي، احذروا الملفات القديمة، احذروا البيوت المهجورة، لأنها مش بس خالية، فيها حاجة بتعيش وبتتفرج عليك طول ما انت عايش. لو وصلت لغاية هنا يا ريت تدعمني باللايك والاشتراك والكومنت الجميل. تصبحوا على خير.